الاشتراكات في المنتدى حاجه جميله جدا، والمنتدى ولد كبيرا وولد عملاقا وزلنا عملاق بالناس المشتركه فيه. ودايما بقول ان مصلحتنا من المنتدى هي خدمه بعضينا وخدمه نادي الاتحاد على قد ما نقدر بشكل نظري، بعيد عن ان انا عضو مجلس اداره في نادي الاتحاد. دي يعني بفصلها بعيد خالص عن المنتدى. المنتدى اصحابه انتم والاحق بيه انتم، والمنتدى يمشي بالشكل اللي انتم عايزينه مش اللي انا عايزه. انما هو الهدف الاسمى من كل دوت ان احنا لا نبص لمجلس اداره نادي الاتحاد ولا ايه اسم مجلس اداره نادي الاتحاد. اتفقت مع زمايلي المشرفين اللي انا بتوجه لهم بالشكر، سامح والاستاذ مجدي محامي ويوسف ومصطفى الشرقاوي وغياب وكريم الشرقاوي. اتفقنا كلنا على ان المنتدى ما يوجهش في صالح شخص اللي هو انا، ويوجه في صالح الاسم الكبير عندنا والاسم الاسمى عندنا الا وهو نادي الاتحاد. حقق الغرض ونلنا تقدير ناس كتير جدا كانوا منتظرين مننا ان احنا نهاجم من خلال المنتدى او احنا زي ما بيقولوا نشتم حد من خلال المنتدى، انما المنتدى اصلا ليه الشرف ان هو بينتمي لنادي الاتحاد. ونادي الاتحاد بالنسبه لي انا في حياتي شيء كبير جدا ومؤثر في حياتي بشكل غير عادي. نادي الاتحاد في المقام الاول هو بيتي، ونادي الاتحاد هو اللي عملني كانسان. عشان كده انا اي حاجه بعملها تخص نادي الاتحاد بحب اتقنها وبحب الناس اللي بتساعدني فيها يمشوا على نفس المنوال اللي انا برغبه، واللي انا برغبه هو خدمه نادي الاتحاد. برحب بكم مره ثانيه وبقول لحضراتكم كل سنه وانتم طيبين، وسعيد بيكم انكم معانا النهارده، وانا سعيد ان انا فزت بيكم، وان شاء الله تكرر مثل هذه اللقاءات. واحنا نوزع فقط شويه الحاجات دي، انما قبل ما نتكلم في الحاجات اللي قدامنا هنسمع سياده العميد محمد سعيد. اتفضل يا سياده العميد. مختصرة يعني عشان تعرفوا ان انا بتكلم متحدث. انا اتخرجت من كلية العلوم السياسية السعودية، دخلت القوات المسلحة في الهندسة السعودية، انا ظروفي المعاش او القطاع بناء على خبرتي الشخصية. سنة طيبين وستين رمضان وإنا على أبواب مشاحنات ظريفة لطيفة بتحصل في الأسر كل عام، وهي جحد الهريرة والمسعود. الست تيجي تقول كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، لازم يا حبيبتي ننزل مع بعض لغايه كلاسيك او لغايه بوكيمان، نشتري كيلو من هنا وكيلو من هنا وكيلو من هنا، خلاص بنقضيها. وده ينفع برضه حبيبي، يبقى كيلو هينفع. وبعدين انت هتصرف كام من عند بوكيمان ومن عند كلاسيك؟ يا ستي هم يعني 100 ولا 120 في 3 كيلو وخلاص بنقضيها. طب ال 100 ولا 120 دول انا مستعد اعمل لك بيهم 9 كيلو. الراجل اتخدع ويقول لها طيب ماشي. بص يلاقي لسته طويله عريضه، هتلاقي سمنه وهتلاقي الميت يتقلب بقى. صنبليت على راي المنتدى بتاعنا بتاع الاتحاد. بص يلاقي في الاخر الجحد اتعمل كل حاجه، رجلنا بيجي على الجحد، يجي يمسك الكحكايه يمسكها ما تتاكلش. خشابي
يعني هو يا ست ده هو الكحك اللي انت عاملاه هو ده اللي احنا قدرنا عليه. طب قولي يا ست منه لا انا عندي رجيم ما اقدرش. التجمع الجميل والرائع اللي كان في تخيله ان احنا نكون في حدود 20-25 فرد من اعضاء المنتدى، ولكن الحمد لله ودي فضل من عند ربنا تحول اللقاء الى لقاء اسري، وده اجمل ما فيه. احنا مش اعضاء منتدى بقدر ما احنا اسود منتدى الحياه. ايه رايك ناخد بعضنا ونطلع نزور القريه دي؟ قلت له جميل، يلا بينا. خدنا بعضنا وجينا لقينا المكان حقيقي احسن من رائع زي ما انتم شفتوا. مكان جميل ومكان محترم ومكان راقي ومكان يصلح ان اسر تلتقي فيه، ما فيش فيه اي شيء خارج، القعده فيه ظريفه ولطيفه. تملكني شيء من الشك. قلت له يا كابتن يعني احنا مش عايزين نصر الناس، يعني عايزين نجيبها بغرض القعده مش غرض ان احنا نغرمهم. فقال لي طيب نعملها في حدود قد ايه؟